بتبدأ حكايتنا مع 5 محاربين شجعان بيكونوا بيحاربوا تنين عملاق جدا، وبيكون عنده طاقة سحرية كبيرة جدا وبيكون عاوز يخلص عليهم، والأبطال الستة دول بيجمعوا قوتهم علشان يقدروا إنهم يقضوا عليه، وأخيرا بعد تجميع قوتهم بيقدروا إنهم يهزموا التنين دوت، وبيكون خلاص التنين دوت مات، والأبطال كلهم طبعا بيكونوا فرحانين جدا، وطبعا هو بيكون قتل ناس كتيرة جدا، وطبعا الستة دول هم اللي بيكونوا لسه عايشين، وبعد كده بنشوف إن الكل بيكون زعلان جدا عشان مش بيكونوا عارفين هيعملوا إيه في حياتهم، وهي فين اصلا الحياه دي. وبعد كده بنشوف البطل بتاعنا اللي بيكون اسمه ديرزا، وبيكون اكتر واحد حزين لكن بيحاول ان هو يخفف عن الكل، وبيقول يا ريتني لو في اي حاجه اقدر اعملها، وبيقول بعدها يا ريتني كنت مت معاهم، وبيكون لسه ما خلصش كلامه وبيتفاجئوا ان التنين بيفتح عينه تاني، وبيكون في طاقه مرعبه بتظهر من قلبه، والابطال السته مش بيكونوا فاهمين اي حاجه، وبعد كده بيستدركوا ان كده التنين دوت هينفجر، ومن شده الانفجار دوت كلهم هيموتوا مع الاسف يعني، وبعدها بنشوف ان الابطال كلهم بيحاولوا انهم يوقفوا الانفجار دوت، لكن مع الاسف مش بيقدروا يعملوا اي حاجه، ومع الاسف الانفجار دوت بيدمر الدنيا كلها وبيدمر الابطال هم كمان، وبعد كده بنشوف بطلنا ديرزا اللي بيكون زعلان جدا ويقول يا ريتني لو في حاجه اقدر ان انا اعملها، ولكن بعد كده الانفجار بيخبطه وبيموت هو كمان، ولكن المفاجاه ان ديرزا لما بيفتح عينه بيتفاجئ ان هو واقف قدام شباك وجسمه بيكون سليم ومفيش اي حاجه، وبعد كده بيبص جنبه بيشوف طلاب كتيره جدا، وبعد كده بيشوف المدرسه اللي تديهم الخطاب الترحيبي، ولكن هو بعد ما بيسمع الخطاب بيكون مصدوم جدا ان المدرسه بتقول انهم سنه 3313، معناه ان هو رجع للزمن 15 سنه، يعني لسه الحرب قدامها 5 سنين علشان تبدا، واصحابه كلهم بيكونوا لسه عايشين، والواد طبعا بيكون جايب اخره من كتر التفكير ومش بيكون فاهم اي حاجه، وبعد كده بنشوف ان هو وقع على الارض، وبعد كده بنشوف ان الواد طلع بره وبيبدا ان هو يفكر علشان يحل كل حاجه، وبعد كده بيقول المره اللي فاتت كنت انا ضعيف جدا وما قدرتش احمي اي واحد من اصدقائي، وبيقول انا المره اللي فاتت ما قدرتش ان انا احمي اصدقائي وكنت ضعيف جدا، لكن المره ديت انا هتصرف صح، وبيقول المره ديت انا هكون اقوى شخص في العالم، وبعد كده في بنت بتدخل عليه وبتقول انت فين من الصبح عمال ادور عليك، وهو بيسالها انت بتدور عليا ليه، فهي بتعرفه بنفسها وبيكون اسمها لادوريا، وتقول له انها تكون المسؤوله عنه في اختبار التقييم، وتقول له انت لو جبت درجه عاليه فانا كده هستفاد منك، ولو جبت درجه واطيه فانت كده هتخسرني بصراحه، ولما بيجي بيقول لها ما تقلقيش انا هرفع راسك، ولكن طبعا البنت اول ما بتبص على ملفه وبتتفاجئ ان هو بيكون من العاميه، وتقول له انت حتى لو نجحت في الاختبار الجاي هتروح للفصل بيتا، وبنعرف ان المدرسه ديت بتفرق بين الناس العاديه والنبلاء، وبعد كده بتقول له انت اتحكم عليك بالخساره قبل ما تتولد يا صاحبي، وبعد كده ترزا بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه وما تشغليش بالك، خديني بس على الاختبار دلوقتي، المهم ان بعد كده بتاخده وبتمشي وبيقابلوا الهيمو وبيكون نبيل بارد كده وشعره ازرق، وبيقول للراديريا انا سمعت ان جالك طالب وريني ملفه كده، ولما بيشوفه بيقول لها ده مجرد فلاح عمي مش اكتر يعني، وبيقول لها انت هتخسري مني زي كل سنه، وبيبدا ان هو يتنمر عليها، والراديريا طبعا بتكون متعصبه جدا وبتقول في سرها انها توريه، وبعد كده بتكون متعصبه جدا وبتبص لديرزا وتقول له انت لو خسرت انا هدمرك، طبعا هو بيحاول ان هو يهديه على قد ما يقدر، وبعد كده بيروح على مكان الاختبار، ولما بيروح هناك بيبدا ان هو يتلفت حوالي يمين وشمال، وبيقول لي انا متاكد انها قدمت معايا في نفس اليوم، وبيكون لسه بيدور عليها، واول ما بيلاقيهاش بيكون استسلم للامر الواقع وبيكون لسه هيمشي، ولكن فجاه بتيجي واحده بتقول له يا عم مالك يا عم المروش انت عمال تتلفت ودوختني بدماغك ديت، وبتقول له اثبت كده امال، ودرس اول ما بيشوفها بيكون مصدوم جدا انها بتكون رومانتيكا، ودي طبعا بتكون حبيبته من المره اللي فاتت وما كانش قادر ان هو يحميها، وبيكون عمال يبص للبنت وهي مش بتكون فاهمه اي حاجه، والواد في باله بيقول انا خلاص كده انا قررت ان انا احميها واكون اقوى علشان اقدر ان انا احميها، وبيقول انا مستحيل اسيب اللي حصل دوت يتكرر مره تانية، المهم ان لادوريا بتوصل على المكان وبتعرف دارزا على الاختبار واللي بيكون هو يتنافس مع 5 مشتركين، المهم ان الواد ابو شعر ازرق دوت بيخش عليهم وبيقول لدرزا استعد للخساره اللي انت هتتعرض ليها دلوقتي، وبيقول لي اللي هيتنافس معاك هي ازست، وهي دي بالصدفه وقعت معايا، ودرزا طبعا ما كانش مركز مع كلامه وكان فرحان جدا بازست، وده علشان هي واحده من الابطال السته اللي كملوا الرحله معاه للنهايه، ولادوريا بعد ما تشوف ازست بتكون فقدت حماستها وبدات تحس انها هتخسر، وبعد كده بتوصل درزا وبتقول له على الاقل حاول انك تكون من اول 3، المهم ان هو بيفهم هي ليه بتقول له كده، وبعدها الاختبار بيبدا، المهم ان بعد كده بينتقل لمكان الاختبار، وبنعرف ان الاختبار دوت بيكون مكان واسع واللي يوصل للخط الاول هو اللي هيفوز، المهم ان رومانتيكا وازز بيكونوا معاه في الاختبار وشكلها تخرب دلوقتي، المهم ان الكل بيستعد ودرزا بيقول لو انا رجعت بالزمن ده معناه، بيقول ان اززت المفروض انها تكون رجعت معاه بالزمن، المهم ان هو بيحاول ان هو يكلمها لكنها مش بتكون فاهمه اي حاجه، ومن الواضح ان هو بس اللي بيكون رجع، المهم ان الاختبار بيبدا والكل بيجري بسرعه جنونيه ناحيه الخط، وازست طبعا كانت في المقدمه ودرزا والبنت ديت كانوا ورا، المهم ان هو بيكون بيبص لها وهي مش بتكون طايقاه وبتقول له انت بارد يالا، انها ما بتكملش كلامها وبتفاجئوا ان بيكون في هجوم جاي عليهم، فدرزا بيلحقها على اخر لحظه، المهم ان
الواد دوت بيكون عامل لهم كمين، لكن رومانتيكا بقوتها بتديه واحده بتدمره حرفيا، وكده مش بيكون فيه غير 5 في الغابه. وبعد كده هي بتشكر ديرزا وبتقول له انت انقذتني وانا قتلت الولد اللي في الغابه، كده احنا بنكون خلصانين. وديرزا بيقول لها تمام وكل حاجه، لكن بقيه المتسابقين بيكونوا قربوا انهم يفوزوا، واحنا عمالين نتكلم هنا ومش عاملين اي حاجه. وبعد كده بتجمع قوتها وبتقول له اتفرج عليا، وبتنطلق بكل قوتها وتوصل عند اول 3. المهم انها بتخلص على الاثنين اللي ورا وما حدش بيعيش غير ازز. وبعد كده هي بتبص لديرزا وبتقول له ما عادش غيرنا احنا ال3، وبتقول له كده كلنا احنا هننجح، لكن هي بتقول له انت متخيل ان انا هسيبك تعيش؟ وبتقول له انا هخلص عليك وهرجعك للعالم تاني. فديرزا بيقول لها استهدي بالله كده، وبيقول لها خلينا ننجح احنا ال3، انت هتخسري ايه؟ وبتقول له يا دي انت ضحكتك بارده وانا مش هخليك تكسب معانا. وبعد كده بتقول له انا هديك فرصه اخيره انك تخرج من غير ما تتاذى. المهم ان هو بعد كده ما بيقدرش يخرج، فهي بتجمع قوتها كلها وبتقرر انها تهجم عليه، وبتجمع كل قوتها وبتخرج 5 دوائر فوقيها وبتهجم عليه هجوم قوي جدا، وبتفكر انها قتلته وبتاخد بعضها وبتكون ماشيه. وبعد كده ديرزا بينده عليها وبيقول لها انت هجومك قوي كل حاجه، لكن انت تحكمك في الاتجاه بيكون ضعيف جدا. والبنت اول ما بتشوفه بتكون مصدومه جدا وبتقول له انت عشت بالحظ مش اكتر. وبعد كده هي بتقول له انا هعرفك مقامك دلوقتي. وبعد كده بتجمع قوتها كلها وتقرر انها تهجم عليه، ولكن ديرزا بيجمع قوته الحقيقيه وبيقرر ان هو يلغي سحرها، ومع الاسف هي مش بتقدر انها تهجم عليه، وبتعرف ان هو بيقدر ان هو يلغي التعويذات. وبعد كده ديرزا بيكون بيبص عليه وهي طبعا بتكون متعصبه جدا. المهم ان هي بتقول انا مش هسيبك وهقضي عليك، هي بتهجم عليه وهو بيرفع ايده بس وبيلغي هجماتها كلها. وبعد كده بيبص لها وبيقول لها انت جامده وكل حاجه، لكن احنا كترنا في الكلام، وبيقول لها انا لازم افوز في القتال. وبعد كده بيستخدم قوته وبيعكس قدراتها السحريه كلها. المهم ان بعد كده بيستخدم قوه الطيران وبيعمل دايره سحريه ورا كده وبيقول لها يلا سلام، وبيقول لها اشوفك في الفصل يا قطه. وبعد كده بانطلاقه صاروخيه ناحيه الخط بينطلق ديرزا، ورومانتيكا طبعا بتقع على الارض وبتكون مستغربه جدا وبتكون لسه مستنيه نتيجه الاختبار. وازت بعد كده بتخرج من الغابه وبتكون خارجه وبتكون داخله على الخط النهائي. المهم ان بعد كده ديرزا بيوصل عندها، وهي اول ما بتعرف ان هو يسبقها بتغير اتجاهها وتقرر انها تهجم عليه، وتفعل اكتر من 100 دايره سحريه وبتقول له انا هخلص عليك قبل ما توصل. وهو بياخد باله من اللي هي بتعمله وبعد كده بيلغي سحرها كله. وبعد كده هي بتفهم هو ازاي هزم رومانتيكا، ان هو بيقدر يحكس التعويذات. وبعد كده هي بتقرر انها تهزمه وبتقول له انا مش هرحمك. وبعد كده هي بتقول له انا هعمل لك حاجه مش هتقدر انك تلغيها، وتكون فاكر انها كده هزمته، لكن بتتفاجئ ان ديرزا كان عايز كده. المهم ان هو بعد كده بيقدر ان هو يتحكم في الهجوم دوت وبيغير مساره، وبعد كده بيستخدم قوته وبيعدي ازست. وبعد كده بيقول لها مشكلتك الوحيده انك ركزت بس انك تقتليني. وبعد كده بيقول لها انا اللي فايز، وبعدها بينتهي الاختبار بفوز ديرزا بالمركز الاول. وبعد كده ازست وبعد كده رومانتيكا، والمفروض دلوقتي يستعدوا علشان يروحوا للفصول بتاعتهم. وبعد كده بيتعمل اجتماع علشان يشوفوا مين اللي هيروح للفصل الفا، ويقول ان الفصل الفا مش هيخشوا غير النبلاء بس، يعني ديرزا محكوم عليه ان هو يروح الفصل بيتا. وبعد كده البروفيسورة فيجيت بتعمل توصية لديرزا علشان يخش الفصل الفا. المهم ان هو في النهاية بيروح الفصل بيتا، ورومانتيكا كمان بتكون معاه في الفصل بيتا، وهي طبعا مش بتكون مصدقة. وبعدها بيخش الفصل وبيكون باهت جدا ومقرف، ورومانتيكا طبعا عمالة تبص يمين وشمال ومش بتكون عاجبها المكان ده. والمدرس طبعا كان عمال يشرح لهم وشرحه طبعا زي الزفت. وبعد كده البنت ديت بتقول هم ليه ما اختارونيش في الفصل الفا، مع انها بتكون نبيلة وفازت كمان بالاختبار، وبتكون في حاسة ان في حاجة غلط. كل ده ما كانش متضايق غير من ديرزا، ان هو طبعا بيكون بيبتسم لها وبيكون بيضايق فيها. وديرزا في الوقت دوت كان بيفكر في البروفيسورة انها ما قدرتش انها تضمه في الفصل الفا، وان هي ما قدرتش علشان المدرسين والناس كلها كانت معترضه عليه ان هو من عامه الشعب. وبنعرف ان البروفيسوره ديت هي اللي بتكون ربة ديرزا وان هو في الميتم. المهم ان في نهايه الفصل رومانتيكا بتكون قاعده ومحبطه جدا. المهم ان بعد كده بيدخل عليها واحد من الفصل الفا وبيقول لها ان هو معجب بيها، وبعد كده بيطلب منها انها تخرج معاه وتنضم للحزب بتاعه، وبعد كده بيديها هديه من الذهب وكل دوت علشان البنت تخرج معاه. وبعد كده بنشوف هي بتكون متوتره جدا ومش بتكون عارفه هتعمل ايه معاه، وهو بعدها بيقول لها خدي راحتك في الرد وما تستعجليش يعني. المهم ان بعد كده ديرزا بيظهر من قدامها وبيقول لها الواد دوت شكله واقع على الاخر، والبنت طبعا بتصدم وبتكون مش عارفه هو طلع لها منين. وبعد كده بتقول له يا عم انت عاوز ايه وجيت لي منين؟ فهو بيقول لها انا عندي نفس الاقتراح، عاوزك تنضم للحزب اللي انا هنشئه. وبعد كده هي بتبص له بتكون بتستهزأ بكلامه وتقول له انا من شويه جالي ان انا انضم لحزب الامل الازرق اللي هو بيكون اقوى حزب في المدرسه، وتقول له تخيل ان انا هرفض الحزب دوت علشان انضم للحزب بتاعك انت. وبعد كده هو بيقول اكبر غلط انا
عملته ان انا سبتها تنضم للحزب دوت، وبيقول انا لازم اغير رايها، وبيقول انا كنت عارف ان دوت هيكون رد. وبعد كده بيقول لها انا جبت لك الرساله ديت وعاوزك تقرايها، بس اقرايها وانت لوحدك. وبيقول لها بعد كده تعالي وقولي لي قرارك، وهي طبعا بتكون مفكرها رساله حب ولا اي حاجه، وهي طبعا بتستهزأ بيه، لكن هو بيقول لها بعد ما تخلصي ارميها على طول. المهم ان بعدها بيسيبها ويمشي، وهي بعد ما بيمشي بتفتح الرساله، واول ما بتقراها بتكون متعصبه جدا، وشكله كده بيكون جالها على الجرح. المهم ان هو بعد كده بيكون ماشي ويكون بيدور على حد معين كده، وبعد كده بيلاقي الشخص اللي هو بيدور عليه وبيكون اسمها برو. المهم انها بتروح لساحه التدريب وديرزا بيروح وراها علشان يتفرج عليها. المهم ان رومانتيكا بتروح وراه وبتكون لسه تتكلم، فهو بيقول لها اسكتي واتفرجي على الماتش دوت. طيب لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.